السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنقول ترتيب الدوري الإنجليزي وترتيب الهدافين ونتائج مباريات الجولة 29. فيلا بينا نبدأ. أول مباراة اتلعبت في الجولة كانت ولفرهامبتون فاز على ساوثهامبتون بنتيجة 2-1. وتاني مباراة مان سيتي تعادل مع برايتون 2-2. وتالت مباراة نوتنغهام فازت على إبسوتش بنتيجة 4-2. أما المباراة اللي بعدها وست هام وإيفرتون وتعادلوا 1-1. أما برنتفورد فازت على بورنموث بنتيجة 2-1. وفولهام فاز على توتنهام بنتيجة 2-0. وأرسنال فاز على تشيلسي بنتيجة 1-0. ومان يونايتد وليستر سيتي اللي لسه خلصانة دلوقتي مان يونايتد فاز 3-0. نيجي بقى على الترتيب. ليفربول في المركز الأول ب70 نقطة، وأرسنال في المركز التاني ب58 نقطة، ونوتنغهام في المركز التالت ب54 نقطة، وتشيلسي في المركز الرابع ب49 نقطة، ومان سيتي في المركز الخامس ب48 نقطة، ونيوكاسل في المركز السادس ب47 نقطة، وبرايتون في المركز السابع ب47 نقطة برضو، وفولهام في المركز الثامن ب45 نقطة، وأستون فيلا في المركز التاسع برضه ب45 نقطة، وبورنموث في المركز العاشر ب44 نقطة، وبرنتفورد في المركز ال11 ب41 نقطة، وكريستال بالاس في المركز ال12 ب39 نقطة، ومان يونايتد في المركز ال13 ب37 نقطة، وتوتنهام في المركز الأربعتاشر ب34 نقطة. أما إيفرتون في المركز الخمستاشر ب34 نقطة، وست هام في المركز الستاشر ب34 برضه نقطة، وولفرهامبتون في المركز السبعتاشر ب26 نقطة، وإبسوتش في المركز التمنتاشر ب17 نقطة. أما ليستر سيتي في المركز التسعتاشر ب17 نقطة، وساوثهامبتون في المركز العشرين ب9 نقط بس. نيجي بقى لترتيب الهدافين. في المركز الأول محمد صلاح لاعب ليفربول ب27 هدف. في المركز الثاني إيرلينج هالاند لاعب مان سيتي ب21 هدف. والكسندر إيساك في المركز الثالث لاعب نيوكاسل ب19 هدف. في المركز الرابع كريس وود لاعب نوتنغهام ب18 هدف. وفي المركز الخامس بريان موبيومو لاعب برنتفورد ب15 هدف. وكده الفيديو بتاعنا خلص، فمتنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة عشان يوصلكوا كل جديد. سلام.